Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فو كيتشن. النهارده ان شاء الله هنعمل البليله باللبن، وهنقول على افكار جديده وحركات جديده. وبما ان الجو بقى ساقعه جدا والشتاء، فمحتاجين بقى حاجه تدفينا، فقلنا بقى نقرر نعمل ايه؟ بليله باللبن. البليله باللبن طبعا حاجه يعني بتبقى شتويه وسخنه، تدفي الاولاد وتدفي الاطفال. يلا بينا نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا جبنا الفول من اي محمصة وجوز الهند. جبنا الفول اهو وهنطحنه. معايا البليلة، اهم حاجة بقى البليلة جبتها وغسلتها غسيل جامد، وسبتها اتنقعت بتاع 4 ساعات، وبعد كده بقى بتسلقيها وتفشر بقى كده وتبقى حلوة. ومعايا اللبن اهو كمان. سلقنا البليلة طبعا وسبتها على جنب، وغلينا اللبن ونسيبه على جنب. اهم حاجه غسيل البليل. بدات اطحن الفول اهو. عندك الكب اي حاجه تطحني بيها. جبت المقلايه، هحمص بقى الاول انا على بال ما اللبن هيسخن اهو قدامكم. جبت بقى ايه، هجيب المقلايه ونحمص بقى ايه. اهم حاجه تحميصه الفول والجوز كده. هنحط طبعا في اللبن فانيليا، اهم حاجه الفانيليا. ولو عندك فانيليا اللي هي السايله بتبقى اطعم قوي، بتبقى طعمه جدا. الفيديو ده انا بهديه لحبيبتي في الكويت. كنت عندها في بيتها ولاد عم جوزي، وكنا متجمعين، فقلنا بقى نعمل حاجة كده حلوة. قلنا نعمل حاجة سخنة، وقلنا بقى نعمل بليلة باللبن مع بعض. هما كانوا بيساعدونا، كنا بنساعد بعض. هي كانت جاية اجازة نص السنة، وبصراحة كنا متجمعين في بيتها. ربنا يخليها لنا يا رب. حطيت ربع مع كوباية زيت، ومعلقتين سمنة او زبدة براحتك. الزبدة بصراحة في الحلويات بتبقى حلوة. هتنزلي بقى بالفول. الفول طبعا طحناه، ودي خطوة براحتك. عايزة تعملي البلة كده من غير الخطوة دي براحتك، بس الخطوة دي بتخليها طعم قوي، بتخليها زي المحلات. نزلنا بالفول اللي طحناه. الفول ده بيجي من المحمص عادي. تمن ربع براحتك اللي انت عاوزاه. هنحمص بقى الفول اهو، هننزل على الجوز. الفول بالجوز بصراحة بيخلي البليلة بتدي طعم حلو قوي، وبتبقى بتروح في مكان تاني بصراحة. هنبدأ نحمصه. تحطيه على النار كده شوية، تفضلي حمصيه. نقعد بقى وعلى نار هادية كده، وتقعدي تحمصي فيه لحد ما يدينا اللون الذهبي الحلو. دلوقتي هوريهولكم. تقعدي بقى تقلبيها شمال ويمين. طبعا حسينا ان المقلايه ضيقه شويه عليها، نحطها وهنحطه في صينيه، نفرغه في صينيه. وبيساب بقى الجوز والفول ده بيساب في التلاجة، عرف في التلاجة. تحطيه في كيسه كده وتسيبيه، ما بيجروش اي حاجه. لو هيقعد كذا شهر، بس اهم حاجه يكون متحمص. جينا بقى هنا للبن. انا سايباه على نار متوسطه. الجوز والفول بيتقلب براحته. هنا بقى بدأنا نغلي اللبن. لو انت جايبه رتل عليه مثلا ايه، كوبايتين بليله. انت وراحتك طبعا، ما عايزه بتحبها كتير بتحبها قليله، طبعا راحتك. الحاجات دي بتبقى يعني تقديريه منك، ما ملهاش مقادير معينه يعني.
احنا عشان كنا عيلة فعاملين بقى ما شاء الله اللبن بزيادة. هننزل السكر اهون. برضك تحلي براحتك، اللي انت بتحبي السكر كتير قليل براحتك، ده حاجة برضك براحتك. ده برضك ملهوش مقادير. طبعا ما تتذوقي وتشوفي السكر بتاعك بتحبي ايه. انا ما بحبش الحاجة السكرها كتير يعني. بدأنا اهو نجيب حطيناهم في مقلاية اهو، عبال ما اللبن يغلب السكر بالفانيليا. بوريهولكوا اهو إن كل ما بنعمله خطوة في التقليب بوريك الشكل عشان اوصله لدرجة حلوة، درجة الدهب كده بيبقى كده مقرمش وجميل. جينا للبن تاني اهو. معاكي اللبن اهو، حطينا السكر، حطينا الفانيليا اهي. اهم حاجة البليلة تكون مستوية على الاخر. البليله لو انت احنا اهم حاجه تنقعي، مثلا جبتها الصبح تنقعيها على اخر النهار، تبداي بقى تسويها على النار. ولما النقع بقى بيخليها في ثواني ايه ما تاخدش كتير على النار، تستوي بسرعه. اي بقوليات عندك لازم تنقعها شويه قبل ما تطبخيها. هي البليله بقى بتفشر كده، بتبقى طعم حلو. طعمها حلو عشان هي مجرد ما تحط في اللبن ما تكون مستويه، لازم تكون مستويه. ده ملحوظه مهمه. حطينا الاربع اكياس الفانيليا عشان الفانيليا بتدي طعم حلو للبن وتضيع زفرة اللبن كمان. اهم حاجة الفانيليا. ولو في بردك ربع معلقة قرفة مفيش مشكلة، مش موجودة مفيش مشكلة. هي الفانيليا بصراحة بتاعنا. انا معايا بردك كريم جانتيه. هوريك الكيس اهون عشان اعرفك ان دون كريم جانتيه. لسه هيجي في التصوير اهو. حطينا 3 4 معالق براحتك بردك. المقادير كلها براحتك اهو. كريم جانتيه اهو، من اي بردك مستلزمات الحلويات. وتقلبي تقلبي كل دون واللبن بيسخن على النار. ما تحطيش البليله الا لما اللبن يسخن خالص ويغلي، مع الكريم جانتيه مع السكر مع الفانيليا. كريم جانتيه صراحه يا جماعه بيدوله طعم جميل قوي قوي. ما عندكيش مش مشكله، بس هي الكريم جانتيه بصراحه بيديها طعم حلو قوي. بس هي الاساس البليله، السكر والفانيليا والبليله براحتك. فعلوا القناة يا جماعة ودوس على جرس الاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. هنبدأ بقى نحط البليلة اهي من المقدار اللي انت عاوزاه. وهوريكي كمان الباقيات اللي يعني احنا مخدناش منها كتير. هوريكي بنحب اللبن اكتر. هوريكي بقى نصها انا هحتفظ بقى ونحطها في التلاجة ازاي. مش لازم كلها تحطيها، انت طبعا مقدار اكلك وتشوفي هتعمليها ازاي. بصراحة انت ممكن تجيبي كيلو 2 كيلو تسلقيهم وتحطهم في التلاجة. في اي وقت تطلعي فريت للبن وتشربي حاجات سخنة في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده، الجو ساقع جدا. فبصراحة البليلة باللبن بتبقى جميلة قوي في الشتاء. انا خدت اهو نص وحطيته في اللبن، والنص التاني هعينه في كيس دلوقتي واوريهولك. طبعا حمصنا ال الفول بالجوز بقى كان حكاية. بصراحة كان تحفة تحفة تحفة. هيك الكريمة الجانتيه بتبقى تحفة بصراحة في اللبن. بس اهم حاجة تحطها في اللبن وهو بيتغلى عشان ما تكلكعش منك. بدأت تغلى اهي. اهو بوريك اهون اللي بقيت احتفظت بيها هون احتفظ بيه في التلاجة. نص البليلة نعينها في اي يوم تاني تطلعيه وتحطيها، ما بتجرالاش اي حاجة وبتبقى مسلوقة وجاهزة. هنا هنبدأ بقى نصب البليلة باللبن. جربيها بنفس طريقتنا دي، هتعجبك جدا جدا. واكتبوا لي بقى في التعليقات إيه عملتها ازاي وطلعت حلوة زي ما احنا عملناها ولا لا. اكتبوا لنا في التعليقات نفس الخطوات دي بالظبط. اهم حاجة غسيل البليلة وسلقها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
صبنا كله اهو. طبعا عايزه تحطها في كوبايه، عايزه تحطها في مج براحتك، يعني في مطابق براحتك، ده حاجات اختياريه يعني. بصي بقى الشكل تحفه ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تتعشي بيها بقى تحفه، وحاجه قيمتها الغذائيه عاليه للاطفال وللكبار. البليله طبعا كلها فوائد، بس عايزه تحطي بقى براحتك. المكسرات بقى، المكسرات بقى ايه، الفول والجوز ده بيديها طعم رهيب. وما مش في ثواني، في حته السمنه ما بيعملش اي حاجه يعني، بسريع سريع، ما بياخدش اي وقت، بس بيديها طعم خرافه بصراحه، بتروح في مكان تاني. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. شكل المطبيه تفتح النفس. جربها بس نفس طريقتنا كده. وانا بعد الفيديو ده لحبيبتي في الكويت، ربنا يخليها لنا يا رب، يا رب تكون مجمعانا كده في الخير يا رب ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اهم حاجه اللمه وفرحه الناس ببعضها وما نتجمع كده في الخير كده يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.